بنات في مقتبل العمر كيخرجوا يقضيو اغراضهم وما كيرجعوش، ومن بعد ايام كيبداو يبانوا جوتات مرميه في الخلا خاوي، ورا السكه ديال التران ووسط الغابه جوتات عليها نفس البصمه ونفس طريقه القتل. البوليس حايرين وعلامه الاستفهام كتكبر نهار مورا نهار. شكون هاد الوحش اللي كيقتلهم؟ واللي كيصدم كثر الخوج هو ان هاد القاتل ماشي شي واحد غريب ولا كتبان عليه حمق. يقدر يكون ديز من حداك في الزنقه، يقدر يكون كيضحك ليك في النهار، ولكن ملي كطيح الشمس داك الوجه البريء كيولي وحش حقيقي. شنو السر مورا هاد التسلسل في الجرائم؟ وكيفاش تليفون موتورولا مخبي في ماريو غيكون هو الخيط الغليظ اللي غيفك هاد اللغز اللي حير المحققين وغيفضح وحش ادمي كان عايش وسط من الناس. السلام عليكم الخوج، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم خوكم ايوب موقيت. كيف ديما واحد حدا واحد هي 11، كون واحد تيبارطاجي باش تولي من 11 اللي ساهموا في هذه القناه. القصه ديالنا اليوم الخوج قصه غادي تبورج عليك لحمك، قصه غتخليك تفكروا 1000 مره قبل ما تثيقوا في المظاهر، وغتاكد لكم باللي الشر الحقيقي بعض المرات كيكون لابس قناع ديال البراءه. اليوم غنحلوا ملف من اعقد الملفات الجنائيه اللي دازوا في المغرب، ملف كله الغاز. رحلتنا اليوم غدينا لمدينه سطاج باش نشوفوا اثار ديال المجرم دوخ الاجهزه الامنيه وخلى المدينه كامله عايشه في الرعب. مجرم عنده جوج وجه نهار زوين كيكسب به الثقه، ووجه بالليل اللي كيمارس فيه ابشع الغرائز ديالو بدم بارد واللي تسمى من بعد سفاح سطاج. ركزوا معايا مزيان الخوج، حيت التفاصيل اللي غتسمعوها اليوم عمركم سمعتوها في شي فيديو واحد اخر، غتخلي العقل ديالكم يتبلوكا. على بركه الله ونبداو نغوصوا في التفاصيل. القصه ديالنا كترجع لسنه 1976 في منطقه عين الدربان في نواحي سطاج، تما فين غيتزاد بطل هاد القضيه اللي سميتو هشام. معاش طفوله عاديه بحال كاع الدراري، حيت المعاناه بدات قبل كاع ما يخرج لهاد الدنيا. با طلق مو وهو باقي في كرشها، وهذا الشيء خلاه يتزاد في اسره مشتته. عاش هشام وخوه مع مو تحت الرعايه ديال جدو في حي ميمونه شعبي بمدينه سطاج. الجد كان راجل درويش خدام عساس في مدرسه التوحيد الابتدائيه، وهي نفس المدرسه فين غيقرا هشام. ولكن المسار الدراسي ديالو ما طولش، فاش وصل الخامس الابتدائي ما بقاش تيقرا وما بقاش باغي يقرا، وخرج للزنقه باش يواجه الحياه وبدا كيتعلم الحرافي. خدم مساعد السيكليس ومن بعد مشى تيخدم سودور، بقى خدام حرافي لمده ديال 5 سنين حتى العام 1995. ولكن المدخول كان قليل وما بسلكوش. هادشي خلاه يفكر يبدل الحرفه في 1996 غيدخل لسوق ماكرو شعبي باش يولي بيع وشري في الحوايج ديال البار. في هاد الفتره هشام كان شاب كيبان طموح، كان ديما كيمشي تريني رياضه ديال كمال الاجسام والبوكس. السيد كان صحيح تبارك الله، وجو كان زوين ومقبول سبحان الله. حتى العام 2003 غيسافر لاكادير ومراكش يخدم في الفلاحه، ومن بعد غيرجع لسطاج باش يكمل التجاره ديالو في ماكرو. ولكن هاد الرجعه كانت هي اللي غادي تبدل ليه كل شيء. ملي رجع هشام من سوق ماكرو بدا كيتصاحب مع واحد النماذج مبليين الله يعفو على الجميع. المهم هشام دخل لطريق الفساد السهله الخوج، بدا كيكمي ومن بعد ولي ديما تيضرب القرعه والكاس. هاد الادمان خلاه يهمل التجاره ديالو، سلعته ولات باليه وراس المال طار. والخايف هاد الشيء هو انه سمح في الرياضه اللي كانت كدير ليه توازن في حياته. والمشكل الكبير ماشي هو الفقر ولا الادمان، المشكل هو انه فاش تيسكر كان كيخرج واحد الشخصيه اخرى ديال هشام، تيشم غير غلاقه تيتبدل. فاش كان كيسكر كانت كتشدو واحد الرغبه جنسيه حيوانيه، رغبه ما كتعرف لا رحمه لا شفقه، رغبه غتخليه يتحول لمفترس كيتسارى في شوارع السطاج بالليل كيقلب على الفريسه ديالو. في البدايه ديال 2007 غتبدا السلسله ديال الرعب. هشام حط العين على واحد البنت ممرضه كدوز السطاج كتقرا في مدرسه ديال التكوين الممرضين في حي المجازر. كان كيتبعها وكيحفظ الاوقات ديالها، كيتسنى اللحظه المناسبه، خصوصا ان الطريق ديال المدرسه جات قريبه من البلاصه فين كان كيبيع الحوايج ديالو. في واحد العشيه الظلام بدا كيطيح، هشام كان شارب ودايخ، شاف ديك الممرضه غادي بوحدها. هنا غيخدم الذكاء ديالو، قرب منها وبكل ثقه في النفس قدم راسو على اساس انه بوليسي سيفيل باش يقنعها في نظركم.
جبد لها واحد البطاقه فيها خط احمر وخضر، دوزها ليها قدام عينيها بالزربه. البطاقه الخوت ما كانت لا ديال البوليس لا والو، كانت غير بطاقه الانخراط في نادي كمال الاجسام. البنت خلعات وهشام استغل الفرصه، قال لها يلا معايا بغيناك ضروري. داها لواحد الخلا قريب من السوق شطيبه، وطيح ديك الصفه ديال البوليسي، وخرج داك هشام الوحش. جرها بالجهد وهددها باش ما تغوتش، تعدى عليها ومارس عليها الجنس حتى شبع الغرائز الحيوانيه ديالو. قبل ما يمشي شفر ليها البسطام ديالها اللي كان فيه غير شي بركه قليله، وخلاها تما كتبكي. داز السيمانه هشام كيتسارى في سطاج بحال الا ما داير والو. صحاب لي بلي القضيه بردات وبلي البنت خافت تبلغ عليه وما بلغاتش، ولكن اللي ما كانش عارف هو ان هاد الجريمه غتكون هي السبب باش يدخل الحبس اول مره. ولكن الكارثه الكبيره كانت مخبيه في ديك السيمانه نيت. هنا الخوت بغيتكم تركزوا معايا مزيان في الكرونولوجيا ديال الاحداث، حيت هادشي اللي غادي نقول دابا كيبين شحال هاد المجرم خطير. نهار 11 فبراير 2007 مع الوحده ديال النهار، البوليس ديال 16 غيجيهم اتصال خطير بلي شي وحدين لقاو جثه ديال بنت مرميه في الخلا ورا المدرسه بيرانزاران حتى السكه ديال التران. البوليس والشرطه العلميه مشاو لعين المكان. المنظر كان كيقطع القلب الخوت. جثه ديال بنت مازال في عز شبابها، بدات كتحلل وتتعفن، كاش مرميه على ظهرها والسروال الرياضي ديالها والملابس الداخليه منزلين حتى للركبه ديال الرجل اليمنيه، والرجل اليسريه كانت عريانه فيها غير تقشيره ديال الصوب. هادشي كيبين بوضوح ان القضيه فيها اغتصاب. من البوليس رفعوا البصمات عرفوا الهويه ديال الضحيه، سميتها فاطمه الزهراء حجاج، بنت ولدات في 1984، درويشه ومكافحه، خريجه معهد التكنولوجيا التطبيقيه، وكانت خدامه في معمل ديال الكابلاج في مدينه برشيد. العائله ديالها كان دايره بالغ بالاختفاء ديالها بشي ايام قليله، وملي جابوا الام ديالها للمشرحه تعرفت على الكبده ديالها وبلا تردد، بقات كتبكي مسكينه. كيفاش وقعت الجريمه؟ الام ديال فاطمه الزهراء عاودت للبوليس باللي نهار 2 فبراير 2007 البنت مشات لخدمتها في برشيد مع 5 ديال الصباح، ورجعت للسطاج مع 3 ديال العشيه. بدلات حويجه وكانت مزروبه. قالت لامها غنخرج لوسط المدينه نشري الشارجور للتليفون ونرجع، ولكن ما عمرها رجعات. في ذاك النهار في 2 فبراير فاطمه الزهراء تلاقات مع قدرها المحتوم، تلاقات مع هشام كان كيعرفها شكلا، حيت دارهم كانت قريبه لدار راجل خالته، كان سكران كالعاده. داها لداك الخلا المظلم ورا المدرسه بيرانزاران، طلب منها تمارس معاه، ولكن فاطمه الزهراء البنت العفيفه رفضات. هنا هشام ما عقلش عليها، طيحها للارض حدا السكه ديال التران، حيد لها حويجه بزز وبدا كيتعدى عليها. فاطمه الزهراء بدات كتغوت وكتطلب المساعده. الالم والخوف كانوا مسيطرين عليها. هشام باش يسكتها وما تفتحوش حط يديها بالجهد على فمها ونيفها وزير عليهم. البنت قاومات، حاولت تعتق روحها، ولكن السيد كان صحيح، بقى خانقها حتى الدم والامانه امانته. كمل الوحش الجريمه ديالو بكل بروده على جثه هامده وخلاها تما مرميه، ورجع لدارهم في تعاونيه الامل بحال الا عاد جا من القهوه. الطبيب الشرعي اكد باللي سبب الموت هو اختناق ميكانيكي مسبوق باعتداء جنسي. المفارقه العجيبه الخوت فاطمه الزهراء تقتلت نهار 2 فبراير، ونهار 7 فبراير يعني غير 5 ايام من بعد البوليس شدوا هشام، ولكن ماشي على قبل القتل ديال فاطمه الزهراء، شدوه على قبل الجريمه الاولى ديال الممرضه اللي عرفاتو وبلغات به. يعني فاش البوليس لقاو الجثه ديال فاطمه الزهراء نهار 11 فبراير هشام كان ديجا في الحبس كيقضي العقوبه ديالو اللي كانت عام ديال الحبس على تهمه الاختطاف واحتجاز وهتك العرض بالعنف. وهو في وسط الحبس سمع باللي البوليس لقاو جثه ديال فاطمه الزهراء وبقى مكالمي، حيت عارف باللي ما كاين حتى شي دليل غير ربطوه بها، والبوليس ما شافوش جهته نهائيا في هذا الملف. عام ديال الحبس داز، ونهار 7 فبراير 2008 تحلات بيبان الحبس وخرج هشام للحريه. صحاب لكم الحبس رباه؟ لا ما رباش. الحبس خلاه يزيد يضرب الحساب باش ما يتشدش ويزيد يطور التقنيات ديالو اجراميه، وخرج باش يكمل المخططات ديالو. هاد المره الضحايا غيكونوا كتار. باش نكونوا واقعيين الحبس للاسف ما تيربيش، بالعكس تيجي يعلم الناس على الجرائم. حيت انا كنشوف بزاف ديال الناس كيتشدوا في الحبس وكيخرجوا كيديروا كفاس منها. هادشي تنظن راجع للحبس بداته،
مع كامل احتراماتي المؤسسه السجنيه، الا مشينا نشوفوا دول متقدمه اش كيديروا؟ كيعطيو السجناء كتوبه اللي توعي لهم دماغهم تفيقهم، حيت كل ما كثر الوعي كل ما قلت الجريمه. ولا طلعت درجه الوعي كنمشيو واحد المقوله وكيولي اي واحد يطبقها: هي احب لاخيك ما تحبه لنفسك. المهم الخوت، تخيلوا معايا نهار 7 فبراير 2008 بيبان الحبس غتحل وهشام غيخرج الحريه، ومن بعد دوز عام ديال العقوبه على الجريمه الاولى ديال الممرضه. اي واحد دخل داك الحبس وحس بالمسؤوليه ديال الجريمه، ملي غيخرج من الحبس غيتوب، غيبدا صفحه جديده ويبعد على المشاكل. ولكن هشام لا، الحبس بالنسبه ليه ما كانش مؤسسه الاصلاح، ولكن كان بحال شي مدرسه تعلم فيها كيفاش يطور اساليبه الاجراميه. هشام فكر مع راسو وقال السبب اللي دخلني للحبس هو ان الممرضه بقات حيه وعقلات على وجهي وبلغات بيا، يعني من هنا لقدام الضحيه خصني نصفيها عليها. هشام خرج حاقد، ومن ورا الخروج ديالو ب6 ايام الخوت غيضرب الضربه الثانيه ديالو نهار 13 فبراير 2008 مع 3 ديال العشيه. واحد السيد رب ديال الاسره غيعيط لبنتو نزهه كانت شابه عندها 20 عام، كتقرا حتى هي في معهد التكنولوجيا التطبيقيه ديال ستيه بالسطات. باها غيعطيها السهروت ديال البوسطه وغيكلفها تمشي تجيب ليه شي رسائل من الصندوق البريدي ديالو. نزهه البنت المرضيه لبسات واحد الجلابه حمراء وخرجات تقضي الغرض لباها، ولكن فاش جاب باها مع 5:15 ديال العشيه للدار ما لقاهاش. سول قلب عند صحاباتها مريم ودنيا، ولكن الارض بحال تشقات وسرطاتها. الاب ما صبرش ومشى ديريكت للبوليس، دار بلاغ ديال الاختفاء. شنو وقع لنزهه في ديك العشيه المشؤومه مع 6 ديال العشيه؟ هشام كان سكران ومحشش كالعاده، كيتسارح لواحد الستاسيون ديال ليسونس والمازوت طريق الدار البيضاء، كيقلب على شي فريسه. عينيه ما غيطيحوا غير على نزهه اللي كانت خارجه من القهوه ديال المحطه مع واحد صاحبتها. ملي تفارقت مع صاحبتها وبقات بوحدها، هشام شافها فرصها اللي ما غتعوضش. بحكم انه ساكن في تعاونيه الامل وعائلته حتى هما ساكنين القرى، كان كيعرفها، قرب منها بدا كيستعمل الاسلوب ديالو الزوين والهضره الحلوه. قدر يقنعها باش تمشي معاه الجهه ديال الجرده مجاوره للخزانه البلديه اللي بعيده شويه باش يربح الوقت ويطيح الظلام. من وصلوا طاح الليل ودار واحد البلاصه سميتها الغويبه، بلاصه كلها شجر والشوك. تما طيح تاني القناع ديالو، طلب منها تمارس معاه. نزات تخلعات وبدات كطلبو كتقول ليه عافاك خليني راني باقا بنت. ولكن الوحش ما كيعرفش الرحمه تحت التهديد. حيد لي هذيك الجلابه الحمراء بالجهل وبدا كيتعدى عليها. نزهه بحكم ان البلاصه قريبه للطريق الرئيسيه بدات كتغوج. هشام خاف شي حد يسمعها، وانا تاني غيستعمل نفس الشيء، حط يديه على فمها ونيفها وبقى خانقها بالجهل حتى الدم والامانه امانته. واللي كيصدم في هذه الجريمه الخوت هو ان الطبيب الشرعي اكد باللي هشام واخا نزهه ماتت ولات جثه هامده كمل الاعتداء الجنسي ديالو عليها، ومن بعد خلاها تما مرميه والسروال والصباط ديالها محطوطين بين رجليها ومشى في حاله. نهار 18 فبراير 2008 البوليس غيلقاو الجثه ديالها وغيتصدموا من البشاعه ديال المنظر. روح دابا سيطر على المدينه سطات. البوليس عرفوا بلي عندهم سفاح متسلسل كيستهدف البنات بنفس الطريقه، اعتداء جنسي مشبوه باختناق ميكانيكي. ولكن هشام ما حبسش. نهار 11 مارس 2008 ومع 49 دقيقه ديال الصباح البوليس غيجيهم اتصال من واحد الاب مخلوع. هاد الاب طاح على الجثه ديال بنته اللي سميتها نوال مرميه في واحد الحفره دايرين بها الشر مورا المنطقه الصناعيه. البوليس والشرطه العلميه ملي جاو لعين المكان لقاو واحد الحاجه غريبه. الجثه ديال نوال كانت محطوطه بشكل طبيعي وهويجه كاملين ملبوسين ومقادين، وما كاينش اثار ديال العنف باين عليها، من غير واحد الحموريه والزروقيه خفيفه في حنكه. شنو راه هاد الجثه؟ هشام في هاد الجريمه زاد طور الاسلوب ديالو باش يخربق البوليس. ملي تعدى على نوال وقتلها بنفس الطريقه رجع لبسها حويجه كاملين وقادها باش اللي يشوفها يسحب لي ماتت موته طبيعيه ولا طاحت بوحدها. ولكن في هاد الجريمه بالذات هشام دار واحد الخطا صغير، خطا يكون هو المسمار الاخير. مني كمل الجريمه ديالو عينو طاحت على التليفون ديال الضحيه نوال، تليفون من نوع موتورولا. طمح معاه هزو طفاه
ولاح لاكارت في الدرب وخبى التليفون وسط حوايجو. الاجهزه الامنيه في سطاج خرجت كاع الموارد ديالها، حيت المدينه كامله ولا فيها رعب من هذا السفاح. المحققين والشرطه العلميه جمعوا كاع الادله من مسرح الجريمه بثلاثه، رفعوا عينات ديال الدفال اعزكم الله والسائل المنوي اللي خلى القاتل على الضحايا. البوليس حددوا لائحه فيها 50 مشتبه به، 50 واحد من اصحاب السوابق والمنحرفين في ديك المنطقه، وبداو كيعيطوا ليهم واحد بواحد باش ياخذوا ليهم عينه من الدفال ويديروا لهم تحليل الحمض النووي ADN. هشام كان من بين هاد 50 واحد. علاش في نظركم؟ حيت البوليس ربطوا الاحداث بذكاء. الجرائم ديال نزعه ونوال وقعوا مباشره من بعد ما خرج هشام من الحبس، والاسلوب اللي تقتلوا به هو نفس الاسلوب اللي استعملوه هشام مع الممرضه في 2007. النتيجه ديال المختبر الوطني للشرطه العلميه بالدار البيضاء خرجات وكانت هي القنبله، تطابق كان 100%. الحمض النووي ديال هشام الراوي كان هو نفسه اللي تلقى فم الجثه ديال نوال ونزهه. البوليس ما ضيعوش الوقت، طوقوا الدار ديال جدو في تعاونيه الامل، دخلوا قلبوا الدار ديال هشام شبر بشبر في وسط الماريو ديالو وفي الجيب ديالو وفي الجيب ديال واحد الجاكيطه حمراء لقاو التليفون موتورولا ديال نوال. ملي قلبوا الرقم التسلسلي ديالو لقاو باللي هو التليفون ديال الضحيه تماما. هشام اللي جابوا التحقيق حطوا ليه النتيجه ديال الدي ان اي فوق الطبله وجبدوا ليه التليفون موتورولا من الميكا. تصدم، عرف باللي اللعب ساله وباللي الذكاء ديالو ما بقى نافع والو، وبدا كيعترف بالتفاصيل المرعبه جريمه بجريمه، كيفاش كان كيتلذذ بالقتل باش يسكت الضحايا ديالو. القضاء ما رحمش هاد الوحش، تابع بتهمه ثقيله: قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد، التعذيب، اغتصاب الناتج عنه افتضاح البكاره، هتك العرض بالعنف، تشويه الجثه والسرقه الموصوفه. تحكم عليه بالمؤبد باش يكمل يبقى من حياته بين 4 ديال الحيوط ويذوق شويه من العذاب اللي عايشوا لدوك البنات البريئات وعائلاتهم. وهنا الخوج كتسالي القصه ديال سفاح 16، قصه كتعلمنا بلي مهما طال الزمان وتخبى المجرم الحقيقه ديما كتبان، وبلي الروح عزيزه عند الله سبحانه وتعالى. الى عجبتكم هذه الحلقه واستفدتوا منها خليوا لي تعليق فيه رقم 11 باش نعرفكم بقيتوا معنا حتى الاخر، وبارطاجيوه مع صحابكم باش تكبر العائله ديالنا. كان معكم خوكم ايوب مقيت، والسلام عليكم ورحمه الله.